لو نفسك تنجح في أي حاجة، السر في كلمة واحدة بس: حولها لعادة. وده الجزء التاني من سلسلة تطبيقات عملية من كتاب The Atomic Habits. والنهاردة هقولك طريقة ذكية جدا تخليك تتعود على أي أكل صحي نفسك تتعود عليه. بس خليني أسألك سؤال الأول: بتحب ميكس الملوخية والرز، ولو مفيش رز بتحس إن الملوخية مبقاش طعمها حلو قوي؟ ولا بتحب الجبنة والطماطم ولو مفيش طماطم ممكن ما تاكلش جبنة اليوم ده؟ هتقولي وده إيه علاقته بإن احنا نكون عادات جديدة؟ أنا هفهمك. لساننا بيتعود على أي طعم حاجتين مع بعض وبيبدأ يخلق نوع من أنواع الأدكشن. فليه إحنا ما نستفادش بالموضوع ده ونعمل إحنا ميكسات جديدة على مزاجنا؟ يعني مثلا لو أنت نفسك جدا تتعود تاكل خضار، فكل أكلة أنت متعود تاكلها هتربطها بنوع خضار معين. يعني مثلا الطعمية مع الطماطم، المشويات مع الخضروات الورقية زي الجرجير والبقدونس والحاجات دي. حاسة إني بدأت أجوع، لحد ما هتلاقي نفسك بقيت بتاكل كمية خضار كبيرة جدا وأنت مش واخد بالك. اكتبولي في الكومنتس ايه الميكسات اللي بتحبوا تاكلوها مع بعض،